السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير جميعا. احنا يعني الحمد لله كان النهارده اليوم عاملين تريننج داي، وكان في شويه تفاصيل حلوه كده من دراك ريس ومن دريفت شو ومن تريننج طبعا سبيد، وكان في دريفت. فكان في تفاصيل حلوه قوي. حابب ان انا اسمع انطباعات جزء من الفريق. طبعا هو في جزء اكبر بصراحه مشي من منظمين ومتسابقين معانا، يعني ده جزء بسيط كده، بس انطباعاتهم بصراحه فرحتني قوي. فحبيت ان احنا نوثقها مع التوثيق ان شاء الله نعمله للحدث نفسه. نبتدي بكابتن بشوي، احدث منضمين للفريق. طب يا كابتن، يعني يعني بمناسبة الفريق، فأنا يعني من أكتر الحاجات الحلوة اللي حصلت النهاردة أنا منضم لهيروز. والله ده بجد مش كلام، الروح قوية قوي. ومن الإيجابيات اللي حصلت النهاردة إن التمرين كان مختلف، الأوردرات كانت مختلفة. يعني أنا يمكن شاركت في سباق واحد بس الأوردرات اللي كانت موجودة النهاردة في التمرين كانت أكبر أو أصعب بكتير من الأوردرات اللي أنا دخلت فيها سباق. بس ويعني بس ده ببساطة. الحمد لله. كابتن عمار. هو اليوم كان النهارده عجوز بس رياض 132 دايما متعوده على عربيات الفيات والحاجات دي بعيده قوي، بس انت ما شاء الله بتثبت نفسك بيها. الحمد لله العربيه يعني بتطلع باور كويس، او بقينا بنطلع منها حاجه كويسه دلوقتي. حتى في كذا حد يكلمني برضو على العربيه. هو انت بتطلع سواقه، بس انا اسف معلش. ايوه لا بس دي باور دي، لا انا ما بطلعش باور. انا هو راكب بي ام وبتاع 1900 وبحاول قصدي على الاداء بتاع العربيه نفسه، ان هو محدش مصدق. يعني انا جه واحد كلمني انت حاطط فيها ايه، بس هي 1600. وده يرجع لسواقتك والتأكيد اللي انت عامله وشويه. فالحمد لله كان. لا انا عارف والله. لا لسه في كتير جدا، مش بس اليوم كان جميل واتمرنا، طلعنا كل الباور والطاقة اللي جوانا يعني. فاتبسطت جدا ان احنا كنا كمان متجمعين سوا يعني. بس كابتن ولاء، ثانيه واحده بس، الراجل ده قال حاجه على التراك ريس فاكرها؟ بمناسبة بخصوص الدراج ريس، يعني احنا النهارده عملنا دراج. هقول نفس اللي انا قلته بالظبط، مع احترامي الشديد لكابتن مينا جوكر. صعب قوي ان انا اقول ان انا داخل دراج ريس بنسان صاني او بشنجان ال 7 زي عربيتي. بس لا، الموضوع فرق معانا قوي. هو مش دراج بنفس الهورس باور اللي بنتفرج عليها وبنشوفها، بس قد اند كان في كومبيتيشن واحنا بنتسابق مع بعض. وده ادى روح اقوى بكتير قوي. يعني الواحد بعد الدراج ريس كان تحس ان الروح اقوى وعايز انزل بقى سبيد ريس تاني عشان العب تاني فاعمل تايم احسن. فلا، الموضوع فرق معانا قوي قوي. ده حقيقي. كابتن ولاء. عشان كده تستحق. ايوه. إيه، بصراحه انا بالنسبه لي من اجابات اليوم ان انا عدد المتسابقين اللي جم يتدربوا، الحمد لله ما شاء الله، يعني عددهم حلو. لدرجه ان في ناس كانت فاكره ان ده ايفنت مش يوم تدريب يعني. عجبني ان انا شفت اخيرا بنت بتتدرب عندنا، ده الحمد لله ده انجاز. وطبعا من مميزات محمود ميديا ان هو يتدرب، دي حاجه برضو انجاز. والتراك كان حلو، لامم اوردرات كتير بشكل كده مختلف شويه. والدنيا كانت متنظمه، يعني عملنا حاجات كتير في وقت قليل. ما يعني في وقت زي ده ممكن بيتعمل حاجه قليله قوي، اللي هو يا دوبك مثلا كل واحد ممكن يلف تراكين وخلاص على كده. لا يعني في اللي نزل 8 وفي اللي نزل 6 والحاجات دي يعني الحمد لله. والشو دريفت طبعا الكورفت، فرحت ان الكورفت اتصلحت الحمد لله، يعني دي برضو من المميزات، كنت زعلانه عليها الصراحه. ونورتنا كورفت تانية، اي نعم يعني ما اي نعم يعني ايه، يعني لسه بشوكها كده ان هي ما تلعبش كده وبتاع، بس يعني كانت حلوه يعني. ايوه. إيه تاني؟ إيه بس هو الحمد لله يعني اليوم لا كان جميل. شكرا كابتن. بطل المنيا كابتن شلبي. كابتن شريف حبيب قلبي، لينا ايه الاخبار معاك؟ احلى حاجه في الدنيا ان احنا نتجمع مع بعض، ده اولا. يا رب ما يقطعها عاده، يعني يا رب دايما. طبعا كان وحشني جدا توليب، يعني انت عارف دي كانت بدايتي، فمتعلق بالمكان ده اكتر من اي مكان. عجبني موضوع الدراج ريس جدا، كانت تجربه اول مره انا اشارك فيها، اول مره اجرب دراج ريس. موضوع جميل،
حماسي كده وتغيير برضو في نفس الوقت، ان احنا يبقى اليوم فيه نوعين سباق سبيد وسباق دراج ريس. في نفس الوقت كان وحشني برضو الاوردرات، بقالنا فتره على الريس لاين، اتعودنا على الريس لاين وشبعنا ريس لاين، فكان وحشني موضوع الاوردرات بصراحه. اي نعم، الهاند عندي ما كانتش احسن حاجه النهارده، بس يعني ان شاء الله عايزين التدريب الجاي كمان يكون كده يعني، وفي نفس المكان يا ريت يعني ان شاء الله. حبيبي يا كابتن. اليوم كان جميل طبعا. بداية اخواتنا كلنا، مش فريق بقى، بعيد عن الفريق خالص، احنا كلنا طبعا اخوات، وده شرف ليا ان انا وسطيكم. اليوم كان جميل جدا، تدريب وسباق في نفس الوقت، حاجة كويسة، حاجة جديدة. التراك كان ما شاء الله كان فيه اوردرات كتير، فلا كان اليوم فارق معانا جدا 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 طبعا. تجربة الدراج ريس كانت ممتعة، خصوصا ان انا 1600 كنت راكب مع كابتن احمد 2400. طبعا في فرق كبير. انا ظالم في الموضوع ده. لا بالعكس، الشخص الظالم يعني. بالعكس والله. بس اليوم التجربة بحد ذاتها كويسة جدا، ممتازة. يا ريت يعني تبقى مش تجربة، تبقى حاجة مستدامة معانا على طول يعني. بس وطبعا سعيد جدا ان انا وسط اخواتي طبعا. اتفضل يا شو الموجود لنا بقى صاحب المركز الاول اللي ما شاء الله ما شاء الله ربنا يحفظك يا رب، اضعف عربيه في الفريق. الله اكبر الله اكبر، احسن فريق في اليوم. انبسطت جدا باليوم الصراحه، انبسطت من ان انا بقالي كتير ما شفتكوش الصراحه، وكان نفسي بقى اخش معاكم التدريب، بقالي كتير ما حبه حلوين ما اجز. بس انبسطت جدا، وانبسطت جدا من الجمهور والكومنتات بتاعت الجمهور، يعني انبسطت من رد الفعل الناس، والناس بتيجي تشجعني. يعني الناس كومنتات كويسه، العربيه انت ما شاء الله كويس، عايزين نركب معاك، الحاجات دي كلها. انا مش متوقع الصراحه الحاجات دي في يارس، يعني صعب يعني مش حاططها في دماغي. يا جدعان انا مش فاهم. بالظبط. بس لا، ما شاء الله الاجواء كانت حلوه جدا، وانبسطت جدا الصراحه، وبقالي كتير بعجز. الله يبارك فيك. احسن تايم تستاهل على الله يبارك. جوكر. مساء الخير، ايه الاخبار؟ حبيبنا، ايه الاخبار؟ كله كويس؟ مبروك المركز الثاني. ربنا يخليك، ميرسي. اشرف السادي في مصر. الحمد لله، نشكر انا ربنا. عارف ان انت مش راضي عنها، مش الحمد لله. عارف ان انت يعني فاهم، بس حقيقي كتر خيرها. كتر خيرها، لا كتر الف خيرها، مش هنحملها فوق طاقتها. النهارده كان يوم جميل، كان يوم ممتع، كان كل الناس دي مشاركه معانا، وفي حبه ناس كمان بس للاسف ما قدروش يجوا بقى يقعدوا معانا. يوم باختصار 4 ساعات عملنا فيه حاجات كتيره جدا استفدنا فيه. عملنا دراج ريس، عملنا شو دريفت، عملنا التريننج، عملنا السباق بتاعنا السباق المصغر. كان يوم قوي، ونتمنى يتكرر تاني، وما يبقاش بعد فتره كبيره، يبقى بعد فتره قريبه. عايزين ننزل ننافس، وكل واحد يتاكد من عربيته حاصل فيها ايه، عشان نجهز للسباقات اللي جايه باذنك يا رب، ويبقى موسم جديد منافس قوي لينا ولكل الناس اللي معانا وحبايبنا. الحمد لله. يا رب دايما. يا رب يا رب يا رب. ايوه. مش عارف، انا خايف بس هنسى حد، لان انتوا ما شاء الله كنتوا كتير. ما شاء الله كان في عدد متسابقين فعلا من فريقنا مشاركين، وفي متسابقين من بره فريقنا، وكان في حد او اكتر من حد اول مره يشارك، وكان في حد من العراق الشقيقه، دي كانت بالنسبه لي حاجه جميله. وكان في بنوته برضو ما شاء الله، كانت برضو اول مشاركه ليها، كان في تفاصيل حلوه قوي. كان في مشاركه نسائيه من كابتن ولاء، برضو شاركت مشاركه حلوه، وكانت قايمه بدورين تنظيمي وبوابه، ويجري هنا ويجري هنا، بس كانت سادة ما شاء الله في البوابه جدا جدا، وكان ادائها كويس جدا كمان في التراك السواقه، رغم ان هي ما ركزتش وشافت التراك، بس ما شاء الله ده كان حاجه كبيره قوي الواحد فخور بيها. طبعا البطل الجميل، كل الناس اللي قاعده دي ما شاء الله سايد سواقه حلوه. انا هذكر بس الناس اللي ما كانتش موجوده. كابتن ياباني صراحه برضو سايد سواقه حلوه، وبرضو كان بيساعد معانا في التنظيم. كابتن علي مش من صفوف الفريق، بس بنعتبره بطل مننا، راجل محترم جدا، وكلنا يمكن في الفريق بنحبه، وبنحب اللي هو يجي يشارك معانا. ساعدوني كده. مين زياد، اصغر متسابق في مصر، او اسف اصغر متسابق في الفريق، وما شاء الله عنده 16 سنه، يمكن حقق مركز ثالث، ودي كانت حاجه كويسه في احسن من ثالث تايم. مين ساعدوني. طيب افتكروا المتسابقين عقبال ما تخش على المنظمين.
المنظمين بصراحه كان في دور عالي وقوي جدا، ودي سبب الروح اللي احنا بنقدر نعمل منها حاجه. الحمد لله انا هبتدي بالاشبال الصغيرين لان هم دول الوقود بجد اللي بيتقام عليهم كل حاجه، ودول اللي انا بستمد منهم طاقه شخصيه. اسد الاشبال يعني حدث ولا حرج، من روح، من حب، من جدعنه، من اخلاص. وسبحان الله معانا من هو صغير، هو لسه صغير برضه بس هو معانا من هو صغير خالص، يعني عنده 13 سنه دلوقتي بقى عنده يمكن 18 سنه. فدي حاجه جميله قوي، وفاهم جدا في شغله، واي حد بيجي يساعد معاه هو بيبقى سبورت ليه وبيفهمه اكتر. كان معانا عبد الرحمن برضو احدث المشاركين او احدث الاشبال اللي كانوا بيشاركوا معانا في التنظيم. كان معانا بطل المنوفيه، هو بيجي من المنوفيه عشان يجي يساعد معانا في التنظيم. بس كان معانا حد جميل وكان لابس تيشيرت الفريق كده بس مش متذكر اسمه، مش عارف عمرو على ما اظن، بس مش فاكر اسمه. بس برضه حد كان بيساعد جدا وكنت بطلب منه حاجه. تفاصيل كتيره حلوه. اسد الابطال كابتن محمد سعد، راجل كتر خيره، وجه هو واولاده وكان ماسك التايم سيستم او الموضوع تايم سيستم كنا عاملينه بلدي بس كان مسؤول عنه، وكان برضو بيساعدنا فيه جدا ودوره كان كبير جدا بصراحه، وبحب ان انا اكون شايفه في وسطينا. مين تاني؟ كتكوت صاحب اشهر كورفت في مصر، جه وفرحنا وجاب لنا كورفت تانية زي ما كابتن ولا كانت لسه بتقول. الحمد لله، وشخص جميل قوي اسمه كابتن محمد، واتبسط جدا من اليوم، واتبسط اللي هو ان شاء الله يبقى من صفوف الفريق. ففي تفاصيل حلوه كتيره قوي. احدث مشاركاتنا النسائيه كابتن شروق زي ما قلت كده، ان شاء الله نشوف منها حاجات كويسه. مين تاني؟ يعني كل الناس بصراحه ساعدت. في ناس اوريدي بلوجر، من احمد سالم، من احمد عرفاني، من رودي، كانوا سبورت لينا قبل الايفنت او قبل قصدي التدريب. والتدريب ده كنا زي ما قلنا كده احنا بدانا نعلن عنه يوم الاحد، يعني ما كملناش حتى ويك اند كامل او اسبوع كامل، والحمد لله جه عدد. فده كان كويس جدا. ان شاء الله المره الجايه نرتب له احسن ويبقى في عدد اكتر، ده انا متوقعه يعني. بشكر كل الناس من قلبي، بجد سعادتي فعلا بستمدها من اللي انا بشوف اللي حواليا مبسوطين، ولما بشوف اللي حواليا مبسوطين ده بيبسطني. لكن لو حد عنده بوينت واحده بس كده معكنين عليه او مأثره عليه بتفرق قوي. بنشكر طبعا الجمهور العظيم اللي شرفنا ونورنا واتبسطنا منه وكمل معانا لغايه اخر اليوم. التفاصيل كلها حلوه. يا رب ما اكون ناسي حد، لو فكروني كده قبل ما نقفل. بس يعني عددنا كبير. كابتن احمد حمدي الجميل، العربيه الرينو الجميله الشقيه، جه وكان نفسه يجري دراك ريس، بس للاسف العربيه اللي كان هيجري معاها حصل فيها بروجرام كده، وفي الاخر هو جه بعد البروجرام، فللاسف ما جاتلوش فرصه اللي هو يشارك. بس اتبسطنا جدا من وجوده. صديق ليا مقرب برضو كان موجود، تامر عوض. عايزين نشكر برضو محمد برو وسانول برو على الهدايا اللي قدمها. احنا قدمنا هدايا النهارده اولا ما حصلتش، يعني افتخر ان احنا الحمد لله الجمهور اللي فضل معانا للاخر، وافتكر لو كان كمل كل الناس الحمد لله كل الجمهور اتكرم، ودي كانت بالنسبه لي حاجه مفرحاني قوي، ودي حاجه جديده ان انت تقدر تكرم الجمهور، فده كان جميل قوي. برضو عملنا تكريم او تسليم جوائز ل10 مراكز، وبعد كده التايمات اللي كنا قايلين عليها واحسن 3 تايمات ما خدناش احسن 3، خدنا احسن 5، فبقى في 5 كاسات و5 جوائز بيتوزعوا فغير ال5 التانيين. فصراحه يعني الواحد كان مبسوط قوي من ده، ومبسوط اللي هو قدر يعمل ده. طبعا مش عارف، هم المفروض هم دول السبونسر الداعم او السبونسر الاساسي للفريق، وهم سبب اي حاجه حلوه انا بعملها واي خير الحمد لله الواحد بيحققه بعد ربنا سبحانه وتعالى. هو والدتي واخويا، والدي الله يرحمه يعني، والدي واخويا، والدتي واخويا، وهم مكتبه الشريف. الناس بصراحه سبورت ليا، اللوجو بتاعهم على التيشيرت اهو الجميل ده، يستاهلوا ان هم يكونوا على الكتف كده ويفضلوا دايما في الكتف او يعني في كتفنا. وتفاصيل حلوه قوي، ووجودهم واللي هم يساعدونا في حتى يفضلوا موجودين طول اليوم ويسلموا الجوائز، فبصراحه ده فرحنا جدا. يا رب ما اكون نسيت حد، بس اليوم عملنا فيه حاجات كتيره قوي، كانوا 4 ساعات من 1 ل5، اتبسطنا جدا فيهم. عملنا فيهم تريننج سبيد وتريننج دريفت، وعملنا فيهم دراك ريس، عملنا فيهم دريفت شو، فكان تفاصيل حلوه قوي، وتسليم جوائز كمان لاحسن 5 مراكز او احسن 10 مراكز زي ما انا قلت. فكان في تفاصيل حلوه قوي. يا رب يديم علينا نعمه ونفضل دايما في كتف بعض كده، شركاء النجاح في الفرح ان شاء الله دايما. شكرا لكم. شكرا يا جوكر.
استنى، لا استنى، الحته دي حلوه قوي. ايوه بتتكسف انت، بس انا هصورها. ايوه قلبي 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 قلبي. دي معناها القوه كده والتحدي، واحنا الحمد لله دايما قد القوه والتحدي. تسلموا، السلام عليكم.